يعني أنت تقصد أن يعني القيادة السياسية لم تفلح أو لم تنجح في استخدام الأسلحة والأوراق التي في يدها بشكل كامل تستطيع أن تضغط به على إسرائيل وتجبرها على. ما هو عشان ايه؟ ما هو خطأ التدخل العسكري الذي ادى الى حصار الجيش الثالث. يعني القيادة السياسية بعد حصار الجيش الثالث اصبحت اتخذت منها كل الاوراق. انما لو لم يتم حصار الجيش الثالث يبقى الموقف العسكري كويس، يبقى موقف الرجل السياسي كويس. الاثنين لازم يكونوا مع بعض، الاثنين يكونوا مع بعض. فاصبح السادات هو الذي يضغط على القيادات العربية علشان تفك الحصار بتاع البترول اللي هو يعني ايه. نعم نعم. خدت بالك؟ يعني بقى السادات هو اللي بيلعب دور، كأنه بيلعب دور أمريكي. يقول لهم يا جماعة بلاش المقاطعة شوية علشان نقدر نتفاهم، لأن أمريكا بتقول لك كيف إن أنا ألعب دور مهم في الإيه، في حل المشكلة، وأنتم مقاطعيني وبتعتبروني عدو مش عارف إيه. فبقى السادات هو الذي ينادي بفك المقاطعة. وقيل ان عقد اجتماع في الجزائر حضر الرئيس بومدين والرئيس السوري، وفيه كان تم الضغط على الدول التي رفعت سلاح النفط كسلاح لكي تخفف فعلا هذا الضغط. ووزير النفط السعودي أحمد زكي اليمني في ذلك الوقت قال ان سر ما حدث او الاسباب الرئيسية هي لدى الشخصيات الثلاث التي حضرت هذا الاجتماع، رئيس السادات ورئيس الأسد والرئيس بومدين، ولم يبقى إلا الرئيس الأسد. سعادة الفريق، العلاقة بينك وبين المشير أحمد إسماعيل وبينك وبين الرئيس السادات في الفترة من 20 أكتوبر إلى 13 ديسمبر وهي تاريخ إقالتك من رئاسة الأركان، كيف كانت العلاقة؟ طبعا علاقة متوترة، لأن أصبح يعني شايف كل اللي كنت أنا خايف منه وخايف أنه يحدث بيحدث، والحاجات اللي هي كان نفسي أنها تحصل ما حصلتش نتيجة التدخل. فكان طبعا متوتر، العلاقة متوترة. ولكن أقدر أقول لك أن أنا لولا وقفتي يوم 25 و 26 ضد أحمد إسماعيل في دفع 25 26 نوفمبر أكتوبر اللي هو الخاص بدفع الفرقة الرابعة المدرعة. الفرقة الرابعة المدرعة كانت هتدمر. فحتى أنا واتخانقت معاه يوم 25 26 وده تنافى بشكل كبير جدا على العزل يوم 20. طب إذا كان يوم العزل يوم 20، طب كيف يسمح لسعد الشاذلي إن هو يصطدم مع أحمد إسماعيل في يوم 25؟ فقمت أنا قلت له ازاي تدي امر بهذا الشكل؟ الفرقه الرابعه دي لو قامت بهذه المهمه سوف تدمر، والقبيل موجود. اما قال لي ازاي تقول هذا الكلام ده قدام قائد الفرقه؟ قلت له لازم اقوله، لان لو دمرت هذه الفرقه يصبح الطريق مفتوح امام العدو للقاهره. اخي ده الاحتياط الاستراتيجي اللي عندنا كله. الفرقه الرابعه مدرعه، فخايف لا تدمر. فهذا الاصطدام قلت له إذا كنت أنت عايز تدي هذه الأمر أنا لا يمكن أن أنا أشاركك في هذا. كرئيس أركان لحرب أكتوبر كيف تقيم هذه الحرب؟ كانت فرصة لأن احنا نكسر جدار الخوف من إسرائيل ونحقق نصر عسكري لأول مرة في التاريخ القريب بتاعنا، الطريق الماضي المنظور يعني. وطبعا الجنود ارتفعت معنوياتهم كبيرة جدا، وكان إثبات بأن التخطيط الجيد والثقة بين القائد والمرؤوس لعبوا دور هام جدا في النجاح. ولكن هناك أخطاء قاتلة سياسية وعسكرية ما كان يجب أن ترتكب. ولذلك فأنا مرة أخرى بأطالب بضرورة الكشف عن الوثائق وعمل لجنة تحقيقات لتحديد المسؤول على الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء، وفي مقدمتها تطوير الهجوم يوم 14، عدم المناورة بالقوات، عدم تدمير الثارة يوم 17 وفي الأيام التالية، عدم الأخذ برأي الفريق الشاذلي يوم 20، ومن هو المتسبب في حصار الجيش الثالث، وما هي الأضرار العسكرية والسياسية التي نتجت عن حصار الجيش الثالث والتي أجبت عليها
فيما مضى. كل الحاجات دي يجب أن يتم التحقيق فيها، ويجب أن تعلن، ويجب أن يعلمها الشعب ويتعلم منها أبنائنا الضباط والجنود الأصاغر اللي موجودين حاليا واللي سيقودوا الحروب القادمة ضد إسرائيل إن شاء الله. المقاتل الإسرائيلي مقاتل شرس في التعامل معه، أم تعتقد أنه في حروب قادمة يستطيع العرب أيضا أن يحققوا انتصارات على الإسرائيليين دون مخاوف؟ عندما يكون متفوقا في النيران وفي الأسلحة بيتصرف بشجاعة، ولكن إذا توازت الإمكانيات بيظهر روح الجبن بطريقة واضحة. وده بيؤيد لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قرى محصنة خط برلين، قرى محصنة، أو من وراء جدر الدبابات. الدبابة عبارة عن جدار، خدت بالك؟ ومع ذلك في كثير من الأوقات في حرب 73 كانوا لما بيشوفوا الموجات بتاعتنا بتهجم كانوا بيسيبوا الدبابات دايرة ويطلعوا جري. فالعسكري المصري إذا أعطي الفرصة وخصصت له المهمة التي في حدود إمكانياته يعتبر من أكفأ وأشجع المقاتلين. هل تتوقع قيام حروب قادمة بين العرب وإسرائيل، أم أن حرب أكتوبر كما ذكر البعض ستكون نهاية الحروب؟ من المؤكد أنه ستكون حروب قائمة، ويؤيد ذلك الإيمان بالله وبكتاب الله ورسوله. يعني أنت البعد الإيماني لا تسقطه أبدا لا من قضية المواجهة. هو احنا من غير البعد الإيماني يبقى نسوي شيء؟ احنا بدون الإيمان لا شيء، نبقى كأي شخص عادي. الإيمان هو الأساس، وكلمة الله أكبر هي عنصر أساسي من النصر. العظيم في هذا إن هذه الرؤية الإيمانية تؤيدها الرؤية الاستراتيجية. لأن الرؤية الاستراتيجية كمان بتقول لك إيه؟ لابد إن عاجلا أو آجلا ينتصر العرب على اليهود أو على إسرائيل. دي الرؤية الاستراتيجية؟ الرؤية الاستراتيجية منه مؤكد. لأن الرؤية الاستراتيجية الفرق ما بقولش إيه العرب عندهم إيه وإسرائيل عندهم إيه النهاردة. أنا بقول القوة الكامنة عند العرب إيه والقوة الكامنة عند إسرائيل إيه. قد يكون عندك قوة كامنة لسه لم تستغل. نعم. فالقوة الكامنة عند العرب جبارة. القوة الاستراتيجية بنقيسها أساسا بثلاث حاجات: اتساع الإقليم والثروة الطبيعية، والثروة الطبيعية دي بتاعت ربنا ما حدش له دخل فيها. وعدد السكان. فالثروة الطبيعية المنطقة العربية مليئة بالثروات الطبيعية وفي مقدمتها المياه والبترول. واوعوا تنسوا المياه. المياه ده يعني زي البترول تماما يعني. والأراضي الشاسعة للمباني، وبعدين عندنا المعادن التي لم تستكشف. فإذا كنا إحنا لم نستغل هذه الطاقة بعد أو استغلناها بطريقة ما هوش الأسلوب المثالي، فهذا لا يعني إن هذا يبقى إحنا الضعف الحالي هو ضعف مؤقت مش ضعف مستديم. ده بالنسبة للثروة الطبيعية. نمرة 2 اتساع الإقليم. اتساع الإقليم كل ما اتسع الإقليم كل ما تكون الدولة قادرة على أنها تشرب بعض الهزائم البسيطة وبعض الاحتلال لبعض أراضيها ويبقى الكيان قائم. المنطقة العربية لو افترضنا التنسيق أو الوحدة أو ما هو أقل من الوحدة، المساحة بتاعتنا 14 مليون كيلو متر مربع. فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة 27 ألف كيلو متر مربع. يعني لما تيجي تحسب تعداد السكان عندنا النهاردة أكثر من 255 واحد. هم أقل من 5. يعني لما تيجي تحسب 255 مليون 255 مليون وهم عندهم 5 مليون. لما تيجي تشوف النسبة بين العرب وبين إسرائيل تلاقي نسبة تفوق تكاد تكون 50 لواحد. 50 لواحد. يعني إذا القوة الكامنة والرؤية الاستراتيجية. بس عيب الرؤية الاستراتيجية إن بيبص لبعيد بعد عشرات السنين. متى يحدث هذا؟ سيحدث إن شاء الله. سعادة الفريق سعد الدين الشاذلي، في 13 ديسمبر 1973 أصدر الرئيس أنور السادات قراره بإقالتك. في الحلقة القادمة كيف تلقيت نبأ الإقالة، ولماذا أقالك الرئيس السادات من المنصب، ولماذا أيضا حولك إلى السلك الدبلوماسي وعينك بعد ذلك سفيرا في بريطانيا وفي البرتغال، ثم حدث ما حدث بينكما بعد ذلك. أشكرك سعادة الفريق، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم.
ترقبوا في الحلقة القادمة استكمال شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق على العصر. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.